رواية الكاموني. رواية مسموعة بالدارجة. الحلقة الثالثة، كيفاش تلاقينا. ميزة زمورية من تيداس، والبرقادي محمد ريفي من بوعياش. هي واش ما فحناكها وهو تحتني فهم قاد بوسطاش مثلات. هي ما تقرد في عتبة الدار، ما تجمع مع عيالات، ما تدخلش بوقاتهم. وبا محمد مقابل في القشلة البوست ديال الضوء والشاطو ديال الماء، حيت هو مخزني صنايعي تريسيان وبلومبي، حرفات علمها من نصراني. ميزة عزيز عليها تمدغ المسكة وتغني بشلحتها اللي تيفهمها راجلها، ولكن الريفية ديالو هو قليل فين تيلقى في الكاموني مع من يسبيكيها. هي تمشي لتيداس تزور البليده وتشوف خوتها وحبابها. اما با محمد كبر يتيم وما بقى حد يعقل عليه في بوعياش، وعمامو اللي تيكسب في الدنيا حتى هما بحال بزاف دريافه هاجروا من البلاد، شي لألمانيا وشي في هولندا، وهو خلاو خدام تريسيان مع شركة النصراني تيضويو إدارات ومراكز المغرب النافع، حتى وصلوا لمنطقة تيداس عام 1947. في هاد الزمان وهاد المكان تريسيان محمد تلقى يزا ودار معاها الحلال، وما جا فين يدور العام حتى رزقهم الله فاطمة، وعام 1950 تيتزاد خوها يحيى. مباشرة بعد الاستقلال النصراني تيرجع لبلادو بشركته، وبا محمد تيقاجي في المخزن وتيجيب معاه ولادو القشلة النافيان في الكاموني. ودابا تزاد عليهم في الدار حفيدهم حمادي ولد بنتهم فاطمة المطلقة. با محمد تيخرج للسيرفيس ولابس كومبينيزون زرق ديال الميليتير، وكيف ديما في جيبو تصدر كارني صغير ونص قلم الرصاص منجور بموس بونقشة، وبقية الجيوب فيهم تورنوفيسات بانس القاتل وقيد وباكية الكارو تروب. هاد الكارو تروب خاص بالعسكر المدخنين وممنوع يتباع في الصاكات العمومية. با محمد تيدير في يدو اليسرى مكانها دوغما، ومرة تيهز معاه حتى باليزة صغيرة د الحديد تيجمع فيها الدوزان، حيت الخدمة تجي حتى من الخارج القشلة، عند القايد ولا الكولونيل الشنة، عند الجدارمية ولا قبطان الكارد فورستي إلى آخره. هاد الشخصيات تيطلبو تريسيان با محمد بالتليفون في ستوندار د القشلة، والكوماندار ما تيمنعوش عليهم وتيصيفطو ليهم لأنهم صحابو وتيمثلوا السلطة بحالو. من غيرهم شي فلاح عنده الموتور ديال البير خاسر ولا مول طاحونه مثلا حاصل في شي بريكول ديال تريسينتي، ضروري ما يسولوا على با محمد في باب القشله الصغير ويساينوه حتى يلقى شي فجوه وها هو معاهم. والخلاص با محمد تريسيان تا وجهك. با محمد اليوم رجع بالليل معطل ومعشي، لقى الزباقة فايقة تتساينو وهي تسولو. قالت ليه واش الكانتينة د مدام صالح تصوطا فيها الضو عاوتاني؟ ايوا الحمد لله الحمد لله، الدوار ما داخلش ليه لا ضو لا ما، اما كورك تتبات فيه هي الريفي. با محمد ما جاوبها حتى حط الصباطو وتقاشرو في المرح،
دخل عندها البيت وقال لها: انتي دابا غتحلي ودنك مزيان وتسمعيني. واحد صاحبي موظف في العمل هاد السلا وساكن في سلا، ديما تيجي للكاموني يتسوق لحد بدارو طونوبيلتو، تيقلب على شي بنت الناس تقابلو وتقابل ليه 3 د ولادو. مسكين مات ليه امهم وخلاتهم ليه باقيين صغار. تلاقيت معاه اليوم في الفيلاج، هزيتو وهضرت ليه على فاطمه. المهم راه اتفق معايا يشوفها بعدا لحد الماجي في السوق. عاد عنده شرط اخر، ما بغاها تزيدو لا ولد لا بنيه. جاوباتو يززا: وهذا اللي تلاقيتي معاه في الفيلاج وتيتشرط عليك صاحي ولا سكران؟ جاوب با محمد: سكران صافي، هادشي اللي بغيتي تسمعي، سكران، ولكن حاضي حوايجو حتى لسانو وشعر بعقلو وسميتو سي عبو. سيمانه من بعد فاطمه تيزيدها باها قدامو للسوق، مشى معاهم حتى خوها يحيى اللي ما عجباتوش هاد البيعه والشريه. في السوق السي عبو شاف فاطمه وبانت ليه صغيره وزينه وبغا يتقداها، اما فاطمه بان لها كبير بزاف عليها. ولكن من عاودت طلعات وهبطات في الكوستيم والكرافات المجبدين عليه ويديه اليمنى مدلي بين صبعانها كونتاكت طونوبيل وظهرو ما مقوش والكسده ديالو واقفه بحال شي برا، قالت مع راسها: الزواج في السلا غيكون حسن من تيداس، مفوج وسلاوي ولو بالربيع. سي عبود غير زرب على نسيبو للمستقبل وبدا يتفاهم معاه على الصداق، وبا محمد بقى تيحقر عليه اش يحطو في ظهر الكاغيط. اما فاطمه جرات خوها يحيى معاه وخلاتو، وقبل ما تخرج من السوق شرات السكاته ورجعت للقشله تفطم بها ولدها حمادي. شهر من بعد سي عبو تيعقد على فاطمه عند العدول السوق وتيركبها جنبو في سيمكه ديالو باش تمشي معاه لدارها الجديده في سلا، فين غتقابلو هو و3 د ولادو. اما ولده هي اللي ما سخاتش بيه، جده يزا محمله بحمال وتتراري بيه في مرح الدار حتى يسكت من البكاء على مو وينساها. وغير يكبر شويه وبدا يخلف غيمشي يجري حتى يحبسو شبيك القشله وغيطل منو باش يشوف اش كاين تما. لهيه البورديل اللي تما احمادي. رواية الكاموني.